واو فيديوهات الكرش اللي وحشتنا. ما بنتكلمش مؤخرا كتير عن الكرش، بس انا بقى النهارده جاي اديك خطوات عمليه تطبيقيه. يلا هنطبق على طول عشان نتخلص من البيلي ابدومين او الفاتس او الدهون اللي موجوده حوالين منطقه البطن او ما يعرف بالكرش. فالنهارده مش جايين نتكلم كتير، النهارده جايين ناخد زيتون شويه معلومات نطبقها على طول عشان نخلص من الكرش اللي مضايقنا شكلا ووظيفيا ده جدا. فيديو جديد، يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ معاكم دكتور حازم طارق، دكتور علاج طبيعي ومدرب شخصي معتمد. واول خطوه معانا للتخلص من الكرش وهي اعرف ان انت اكتسبت الكرش ده في سنين، فمش متوقع ان انت تخسره في شويه ايام، فاتك على الصبر. واعرف ان كل ما هو ات قريب هتطبق المعلومات اللي هقول لك عليها دي. الكرش ده مش اختراعه، مش ايد زايده زادت لك بقت خلاص زائده عن الجسم، لا هو تكون خلال وقت سنوات كتيره جدا بسبب عادات غلط وحاجات كتيره بتعملها غلط. لما نبدا نصحح الكلام ده ونطبق النصيحه اللي هقول لك عليها، الكرش هيروح. فانا ما دام اكتسبته مثلا في 5 6 سنين، طبيعي ادي نفسي 3 4 5 6 شهور عشان ابدا اخسره، طبعا كل واحد بناء على وزنه. تاني نصيحه، ابعد من فضلك عن التوتر. انا عايز اقول لك على حاجه، التوتر مشكلته ان هو بيعمل حاجه اسمها سمباثيك اكتيفيتي، بيبدا يعلي نشاط الجهاز العصبي السمبثاوي. عايز اقول لك ده لو هيحصل بقدر قليل، يعني الكورتيزول مثلا اللي بيزيد مع التوتر ده بيزيد اثناء التمرين برضه، لكن بيزيد بشكل مؤقت اثناء التمرين فبيعمل لي عمليه بنائيه. لكن لما تبقى في توتر على طول نتيجه طبيعه شغلك، ظروفك في البيت مش احسن حاجه، انت نفسك شخص متوتر وبتحيط نفسك بالموترات، على المدى الطويل هيعمل العكس ويبدا يخزن الدهون وللاسف في منطقه البطن. فابعد عن التوتر، هتخلص من كميه امراض انت مش متخيلها، واكيد هتخلص من الواد اللي انت حامل فيه في شهرين ده. ثالث نصيحه، دخل بروتين وخضروات او فاكهه لكل وجبه انت بتاكلها. ميزه الحاجات دي كلها انها بتعلي حاجه اسمها الجلايسيميك لود، فبتخلي الانسولين ما يعلاش جامد في الجسم. الانسولين معليش يعني السكر مش هيتخزن في صوره دهون، بالاضافه ان انت هتحس بالشبع. فضربت 50 عصفوره بحجر واحد، ودي خطوه مهمه جدا عشان تخلص من عمو الكرش. 4، بليز من فضلك ابعد عن الاكل المصنع. اكل ربنا اللي خلقه بشكل طبيعي جدا كله. الاكل المصنع ويترأسه السكريات مثل السكر الابيض المباشر ده جسمنا مش متعود يتعامل معاه يا جماعه. ما ناخدش سكر مباشر على طول. العسل الابيض بديل كويس، هو ستيل فيه سكريات بس بديل كويس جدا للسكر. السكر الدايت لا تفرط فيه. الجاتو والتورته والحلويات والحاجات دي كلها ابعد عنها. 5 حاجه، صحيت الصبح بدري يا سلام كده على الريق، امشي لمده نص ساعه. الكارديو على معده فاضيه واحده من الحاجات الرائعه جدا 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 اللي تساعدك تخسر وزن وتخسر الكرش بتاعك. ديسكليمر هنا قبل ما نقول النقطه السادسه، لو انت بتدور على برنامج متكامل عايز تنسف بيه الكرش بتاعك في 30 يوم، طبعا 30 يوم دي يعني البدايه، يعني الكيك ستارت بتاعتك. احنا اتفقنا في اول نقطه ان الموضوع مش هيخلص بين يوم وليله، بس عايز اقول لك برنامج هياخدك من 30 يوم، يديك نظام الاكل اللي انت تعمل عليه وروتين تمرين تبدا تعمله لمده 30 يوم، هيبقى دافعه في المقدمه كده، هتخسرك 5 6 كيلو وهتخلي حجم بطنك يظهر كتير جدا، وهو برنامج نسف الكرش في 30 يوم، وهتلاقي التفاصيل بتاعته تحت في الديسكربشن. اتواصل معانا واطلبه وانسف الكرش دلوقتي. سادس نصيحه معانا، عايزك تعمل تمرين شفط البطن الاسطوري الشهير الجامد جدا من 15 ل 20 عده صباحا و15 ل 20 عده مساء بشكل يومي. كنا وضحنا فيديو كامل في تمرين في السليم ازاي تبدا تعمل تمرين شفط البطن، ممكن تشوفه من هنا. شفط البطن كل اللي بيعمله انه يعود بطنك على انها تكون في مساحه اصغر، فلما تعمل ده 20 مره الصبح و20 مره بالليل بشكل يومي، ده اوتوماتيكلي هيساعدك جدا جدا جدا، والمجربين كثير 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 لهذا التمرين. وارجعوا للفيديو بتاع شفط البطن في التعليقات هتعرفوا اللي انا بقول لكم عليه. 7 نصيحه، اشرب كميه مناسبه للميه يوميا من 2 ل 3 لتر كحد ادنى، طبعا على حسب وزنك. الميه دي حاجه سحريه، يعني عايز تزيد في الوزن هتساعدك، عايز تقل في الوزن هتساعدك، عايز تخلي اي عمليات حيويه ماشيه في الجسم بشكل كويس جدا اشرب ميه وهتساعدك، وعايز تتخلص من الكرش برضه هتساعدك. هتقول لي يا دكتور ده شرب الميه الكتير اثناء الاكل بيعمل كرش. هقول لك ده انت ما شفتش بقى الخرافات بتاعتنا عن الكرش، في فيديو وضحناه، اكتب على يوتيوب خرافات عن الكرش هتلاقي من ضمنهم بتاع شرب الميه دي. بس ما تقلقش، مش بتعمل كرش ولا حاجه، ده بالعكس ممكن تساعدك. فاكيد ما تشربش ميه في وسط الاكل عشان ما تعملكش عسر هضم، بس وزع الميه على مدار اليوم ولا انت عندك. 8 نصيحه مهمه جدا معانا جدا 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 للتخلص من الكرش، وهي نام في جوف الليل 6 ساعات على الاقل. جوف الليل دوت بمعنى من بعد صلاه العشاء كده مثلا بساعه لحد قبل الفجر. لو اخدت كميه من النوم كويسه كواليتي سليب زي 6 ساعات في الوقت ده هيساعدك جدا على تقليل ليفل التوتر. فاكرين الكورتيزول الهرمون بتاع التوتر لما بيشتغل كتير ده بيبدا يخزن دهون، انت كده بتقلله كتير جدا، بتساعد نفسك ان انت تكون ريلاكس وهادي اكتر اثناء اليوم، وبالتالي تتخلص من الاستاذ كرش. 9 هي نصيحه ممكن تضحك عليها شويه، بس عايز اقول لك روح اشتري تي شيرت او اشتري لبس او هدوم جديده بشكل عام. لما تروح قدام المرايه وتبدا تشتري دهون، سواء كنت طبعا راجل او ست، تبدا تبص على نفسك في المرايه، تبص على الكرش،
تبص على نفسك، تبص على الكرش، هتحس ان انت مش مبسوط. ده هيديك دافع داخلي ان انت عايز تلبس اللبس اللي انت حابه ده من غير ما تشوف الشكل اللي مضايقك ده، وده هيبقى حافز حقيقي يساعدك ان انت تبدا عايز تتخلص من الكرش. وبالتالي اللي انا عايز اقوله لك، اشتري سايز اقل، يعني اشتري اللبس اللي هجيبه سايز اصغر من الطبيعي. لو بتلبس دبل اكس لارج هات واحد اكس لارج. طبعا هيكون ضايق عليك جدا وقتها، بس ادي نفسك تارجت، قول انا خلال شهر ان شاء الله هلبس المقاس ده. صدقني بعد ما تطبق النصائح دي كلها وتلبس المقاس ده وتلبس التيشيرت، هيبقى في فرحه جامده جدا جواك وهتحس بالانجاز. 10 ودي تاب جامده جدا، وورقه وقلم واكتبي معايا يا ست الكل. لو قولونك بيتعبك ومحتاج مشروب ديتوكس لذيذ يساعدك على التخلص من الانتفاخات والكوليك بين او الام القولون اللي عندك، اللي طبعا نفخه بطنك ومديك احساس وهمي بالكرش، اكتب معايا اللي هقول لك عليه. مشروب يومي هتعمله الصبح مكون من علبه زبادي، معلقه عسل ابيض، 3 4 ورقات خس، وخيارايه. زبادي خلاط، اضرب الكلام ده كله مع بعض وابدا اشربه. حاجه كده هتخلي القولون بتاعك يقول. وجرب المشروب ده الصبح كل يوم وعرفني في التعليقات النتيجه. وبس كده يا ابطال، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده عشان نبدا نتخلص من الكرش تماما. المفاجاه بتاعتي ليكم في 50% ديسكاونت على برنامج نسف الكرش لاول 20 واحد هيطلبوه، فالحق بسرعه تواصل معانا وهتلاقي اللينكات تحت في الديسكربشن. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يا ابطال. السلام عليكم.